ويا مساء الجمال على احلى متابعين في الدنيا عشاق البصاره. نجمع هنا بسرعه اكله من الزمن الجميل، ليها عشاقها وليها ناس لسه بتحبها جدا وبتستناها. فيلا بينا نعمل البصاره مع بعض. وهبدا اوضب الخضره عشان اغسلها. بقص العروق من تحت الربطه على طول واحطهم في كيس بلاستيك عشان ما بهدلش الدنيا حواليا. وفي طبق كبير هنزل على الخضره الميه وابدا اضغط عليهم بايديا علشان الميه تتخلل الخضره كويس، تنزل اي اتربه فيها. وبعد ما اغسل واشطف الخضره اكتر من مره بحط ميه نظيفه فيها معلقتين كبار من الخل الابيض وانزل فيهم الخضره لمده 5 دقايق، اسيبهم يتنقعوا في الميه بالخل. بعد كده بشطفهم كويس جدا واسيبهم فتره يصفوا ميتهم. هسيب الخضرة تصفي ميتها على جنب وابدأ اني اغسل الفول المدشوش. معايا كيلو من الفول المدشوش هغسله كويس جدا اكتر من مرة. وهنا بحط الفول المدشوش في مصفى وافضل ادعك فيه لحد ما ينزل كل الشوائب اللي موجودة فيه. بعد كده برفعه بالمصفى وادلق المية واكرر العملية دي اكتر من مرة لحد ما يديني مية بيضة خالص نظيفة نقية ما فيهاش اي شوائب. وبسيب الفول المدشوش منقوع في المية دي لمدة ساعة. ولتجهيز كيلو من الفول المدشوش هحتاج 2 بصلة كبيرة وفلفلاية رومي، من 7 ل 8 فصوص توم كبار، 3 حزمة خضرة شبت وبقدونس وكزبرة خضرة بقطفهم، يعني باخد الورق بس ما باخدش العيدان. وللتقلية بحتاج بصلتين، واحدة كبيرة وواحدة وسط، و3 فصوص توم. وفي حلة كبيرة بنزل بالفول المدشوش وبقطع فوقيه الفلفلاية الرومي وبحط الفصوص الثوم وبقطع البصلتين الكبار. وبحط الحلة على نار عالية وانزل عليها بمية مغلية لحد ما المية المغلية تغطي كل المكونات. وتوابل البصارة عبارة عن معلقة صغيرة من الملح الأبيض، معلقة صغيرة مليانة من الكمون الناعم، ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناعمة، نص معلقة صغيرة من الشطة. ده لو انت مش عايزاها مشطشطة قوي، لو بتحبيها مشطشطة بتخليها معلقة صغيرة مليانة من الشطة. نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود الناعم مع مكعب ماجي. بحط كل التوابل في الحلة واقلبها تقلبتين. اسيب الفول المدشوش يغلي مع نفسه غلوتين 3 وبعدين انزل بالخضرة. مش بحط الخضرة في الاول، بأجلها شوية عشان تحتفظ بلونها الأخضر الجميل. وهنا نسيت أضيف معلقة صغيرة من النعناع الناشف. بقلبها مع كل المكونات واسيب الفول لحد ما يتهري خالص. بعد كده بطفي على الحلة واسيبها تبرد. وفي الوقت ده بجهز التقلية. نص كوباية زيت في طاسة على نار عالية، بنزل عليها ببصلاية كبيرة وبصلاية متوسطة بكون مقطعهم تقطيعة اللي بتريحك. أنا بحب التقطيعة بتاعت بصلة الكشري دي، لطيفة جدا ولذيذة. بقلبها في الزيت كويس جدا لحد ما تبدأ تصفر. بعد ما بتصفر بنزل عليها ب3 فصوص توم وأقلبها تقلبتين واروح طافيه النار. بعد كده بصفي البصله من الزيت بوله نظيفه عليها مصفى ضيقه، بنزل بالبصله فبصفي الزيت بتاع البصله. بعد ما البصاره بردت بحطها في شفشق الخلاط شويه بشويه، ولو لقيتها تقيله بضيف لها نص كوبايه ميه بنعمها كويس جدا في شفشق الخلاط وانزل بيها في طبق كبير. الحله فضيت بغسلها واحط فيها الزيت اللي صفيته من التقلية وانزل عليها بالبصارة بعد ما نعمتها في الخلاط تقلبتين واسيبها تاخد غلوتين على النار. اسيبها تبرد شوية وبعدين ابدأ افضيها في اطباق واحط على وش الاطباق التقلية. طبق من الزمن الجميل ليه عشاقه، وبألف هنا وشفا. يا رب يعجبكم.